وقبيلة عنزة كانت هي القبيلة الأم لآل الصباح، آل سعود، آل خليفة، جلاهمة وغيرهم. كما تعرفون جميعا نحن يا سعود مرجعنا العنزة ونفتخر. وعلما ان عنزة احنا كآل سعود يعني ننتمي الى هذه القبيلة، الى قبيلة العنزة. مانع المرادي جدنا اسمه ايضا من الدروع بنو حنيفة من عنزة كذلك يعني. حديثنا اليوم عن رحلة الصباح من أعماق نجد إلى حين إقامتهم بالكويت وتأسيس الكويت. بداية الكل يعلم انتماء أسرة الصباح لقبيلة عنزة. التفصيلي عن هذه الأسرة الكريمة. أهل بادية وأصبحوا أهل حاضرة، لأن البدوي قبل لا منه تحضر سكن القرية أو المدينة، قال يوم إني كنت بدوي، يقصد يوم إنه عرفت شلون يرحلون وينزلون. ندخل بالنسب. ندخل بالنسب نعم. من البجايدة، من السلقة، منها قبائل عنزة الوائلية. قبيلة العتوب هي من عنزة. نعم. قبيلة عنزة المعروفة. نعم. فانحدروا من السعودية من الهدار وجو يسكنوا الزبارة في قطر. في قطر. نعم. الحين التحقت لقطر النظام الجديد. نعم. فاسكنوا هم والخليفة كلهم كانوا من فخذ واحد. الكويت. إلى مدينة الكويت. إلى الكويت هنا، واسكنوا بالكويت، كانوا الخليفة وياهم. نعم. عائلة الخليفة الموجودة حاليا في البحرين هاجروا من الكويت راحوا للبحرين، وظلوا عائلة الصباح قبل عائلة من عنزة. اسم السعود حتى الحكم يذهب، هم ملوك العرب واساس ويلاني، والخليفة ابن عمه من قرابه، بالكويت الصباح الشيوخ الاوطاني. افتخر يوم اقول لبتي لابه، اشهد ان عنزة للمجد عنواني، اشهد